شكرا زميلي صفوق. تشكي ونشكي كل منا له ظروف، تقول بي هم وانا اقول بي هم. خلوا صقركم عندكم يا جماعة الخير، ولا تطلقونه ولا تودونه بعيد. اخطاءكم تتكرر. على الاسماء منتخب اول، لكن واضح ان هناك خلل اداري وفني، ولا مجيب ولا مستمع الى ان ياتي اخر المشوار وبعدين تقوم الاصوات. خليكم من اولها وركدونا وخلونا نتابع دورينا، ويلا السلامه بعد من دورينا اللي بدا على طول بلجان على صور وما صور قبل ما يتاكدون من زين الصوره زينه ولا مي بزينه يحقون مع العالم. سلسله ضياع متواصله في منظومه كره القدم السعوديه، هذه هي الحقيقه. شئنا ام ابينا. لست متشائما ولا من طبعي ان اكون متشائما ابدا، والله متفائل، لكن كل الخطوات على ورق وتصريحات وتويتر. على ارض الواقع ما شفنا شيء، ما شفنا شيء، وما بقول ما راح اشوف شيء، لكن ليالي العيد تبان من عصاريها يا ساده يا كرام. وانا اذكر من اسيا قلتها، ما دامنا منشغلين بالنقاش والاعلام في الاخذ والرد، خططوا واشتغلوا قبل ما نلتفت عليكم. اذا التفتنا عليكم رجعنا الى المربع الاول. وكل سنه وانتم طيبين ووطني بالف خير. اهداف المباراه الفرج في كرات سعودية. إبراهيم غالب يلعب له كرة أمامية خطرة لمنتخبنا الوطني، والكرة الملعوبة جول سعودي. قطري ملعوبة عرضية. حدث ما كنا نخشاه. تحدثنا كثيرا عن الكرات الثابتة وتحدثنا أيضا عن الفرص الضائعة، لكن يا الله يا الله على هدف قطري جاء في وقت قاتل. يا الله على فرص سعودية بالكوم وبالجملة. يا توري المنتخب السعودي أضاع العديد من الفرص وسجل في وقت قاتل. يا الله على كرة اللي انت تشوف المنصه كلها عنابي ومسؤول العنابي ورئيس الاتحاد العنابي جاي من المنتخب الاولمبي بدعم كبير ومباشر بعد ما اجرى التغييرات، بينما نحن ما زلنا في باريس، ما زلنا نستمتع باجازتنا الصيفيه اللي لم تنتهي حتى الان مع المسؤولين المحترمين القائمين على كره القدم السعوديه. هذه هي الحقيقه. هناك فرق بين من يعمل ويتابع ويخطط ويعمل فولو اب، مو خطه ومؤتمر صحفي، فولو اب ومتابعة للتقارير. هذه يعلمونها من يعلم أبجديات الإدارة. أما من يجيد فقط الحديث والحديث في وسائل الإعلام، فأكيد النتائج على أرض الواقع مخيبة للآمال. صورة لمن يهمه الأمر.